السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله. النهاردة اتعملت قرعة الدوري المصري أو دوري النيل كما يطلق عليه في الموسم الجديد. القرعة كان شكلها جميل جدا واتعملت في ساحة الشعب في العاصمة الإدارية، والتنظيم كان أكتر من رائع. واحد يقول لي يا عم تعال تقول لي التنظيم رائع والدنيا جميلة، قول لي إيه اللي حصل كده في القرعة فهمنا. أقول لك إن رئيس الرابطة النائب أحمد دياب أعلن إن بداية الدوري هتكون يوم 18 سبتمبر اللي هو كمان أسبوع، يعني خلاص ما عادش غير اسبوع بالظبط على بدايه متعه الايجيبشن ليج. نيجي بقى لجوائز الدوري، وبصراحه اللي كانت حاجه تكسف. اول الدوري هيحصل على 5 مليون جنيه، وكل فريق هيكون بيلعب في الدوري هيحصل على مليون جنيه. بصراحة حرفيا حاجة تكسف يعني. وكمان انا بشفق على الأندية اللي ما عندهاش رعاة، والأندية الشعبية الأندية دي تصرف منين؟ نروح للقرار الثاني، وهو زيادة عدد المشجعين ل 10,000 مشجع لكل لقاء كحد أدنى. وحط تحت حد ادنى دي 10 خطوط. ليه؟ لان الكلام اللي كان بيتقال ان الدور الاول هيكون بنصف سعه الملاعب والدور الثاني هيكون بالساعه الكامله، ولكن حصل مشاكل في الموافقات الامنيه فمشوها 10,000 مشجع كحد ادنى، وهيبقوا يزودوهم بعد كده. نروح بقى للجوله الاولى ومواجهاتها، واللي هتشهد مباريات ساخنه من اولها كده. على سبيل المثال مباراه الاهلي والمصري. الاهلي طبعا حامل لقب النسخه الماضيه، السنه اللي فاتت قابل المصري مرتين، مره في الذهاب ومره في العوده، وما قدرش يفوز عليه، والمباراتين انتهوا بالتعادل. فبنتوقع مباراه من نار بين الاهلي والمصري في الجوله الاولى. المباراه الثانيه وهي قمه مبكره حرفيا، وهي الزمالك وبيراميدز. الزمالك اللي موجود في الدوري بوقف قيد وما عندوش رئيس نادي حاليا وشغال بلجنه وبيتعمل فيه انتخابات وبيحلم للعوده للمنافسه مره ثانيه، هيقابل بيراميدز اللي بشهاده الناس كلها مش شهادتي انا بس قدر يعمل سكواد كويس جدا وتدعيمات تقدر تسنده في الموسم ده. اتوقع ان دي برضه هتكون مباراه من نار، وزي ما قلنا قبل كده ان هي قمه مبكره. اما بالنسبه للديربي بقى اللي هو الاهلي والزمالك، فده هيتلعب في الجوله العاشره، والمباراه الاولى هتكون مباراه نادي الزمالك، اما مباراه النادي الاهلي هتكون في الدور الثاني في الجوله 27. طبعا السؤال اللي كلنا بنساله هو الدوري ده هيخلص امتى بشكله ده؟ رئيس الرابطه النائب احمد دياب اعلن ان نهايه الدوري هتكون يوم 30/7/2024. يحييني ويحييك ربنا بقى انا هو انت هو لو الدوري ده فعلا انتهى 30/7. نتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق المشاركه في الدوري المصري السنه دي، وبنتمنى نشوف منافسه زي اللي بنشوفها في اي دوري تاني، وبنتمنى كمان نشوف الدوري بتصوير جيد وبحكام اقل اخطاء من المواسم السابقه. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك، ولو بتتابعوني على اليوتيوب ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.